احداث كاوده دي الاساس فيها والشغل الخلاها تتفجر الوجود الاجنبي بتاع النوير ديل جيتهم دي عمليه بتاع التنسيق مع عبد العزيز الحلو. البيع اللي حصل لغرب كردفان والبيع اللي حصل للمسيريه ده الان يا داب حسوا به او يعني اهلهم في الدعم السريع، باقي اهلهم في الدعم السريع احساسهم به ده هو صنع الخلل اللي جوا كاوده ده. اول كانت بين الحركه والحركه، اول الدعم السريع والحركه. لما الناس الحركه الواعيين الفاهمين عرفوا انه يا اخي والله الان هم شالوا الحرب دي جابوها في بلدهم، طوالي بدوا قال له يا عبد العزيز يا اما تنتهي من التحالف ده ونطلع الناس دي من عندنا، يا اما الناس يعني نحن بننفصل منك وبنشيلك انت ذاتك برا. خلاص قنعوا من حاجه اسمها دعم سريع. ليه قنعوا من حاجه اسمها دعم سريع؟ لانه الجزئيات اللي قاعده مع الحركه الشعبيه من ناس الدعم السريع حسوا بانه خلاص عبد العزيز ده داير يكوش على كل كردفان بالاتفاق تحت الترابيزه ما بينه وما بين عبد الرحيم دقلو. عبد الرحيم دقلو عنده اتفاق تحت الترابيزه مع عبد العزيز الحلو انه يا عبد العزيز شارك معانا نحن حنسلم الكردفان كله. وبدايه التسليم لكردفان دي عبد العزيز ما استعان باي زول، استعان بحلفاء العصر السابق، جاب له ناس من جنوب السودان. السبب بتاع قعاد النوير ده هي التضييق، هو التضييق بين القوات بتاعت عبد العزيز وبين النوير، عشان الحته اللي في النص في كردفان دي كلها تروح. اي زول حيرفع راسه حيقطع. الهلاك بتاع ابناء المسيريه وابناء كردفان الداخل الدعم السريع ديل بانه يمشوا المعارك وما يتسلحوا وما يتعالجوا، ده كلام مقصود عشان عبد العزيز يجي يلقى الفرصه دي ويشيل كردفان دي كلها لصالحه. وفي نفس الوقت الحركه الشعبيه دي ما قاعده تشارك بقتال، دي كلها تراكمات اتراكمت في ناس الدعم السريع ديل، وده السبب اللي خلاهم يهاجموا عبد العزيز الحلو وقواته. عبد العزيز ما عنده قوه قاعد تقاتل مع الدعم السريع، محتفظ بقواته كلها، محتفظ بتسليحه وبيطالب بتسليح زياده، وعنده مناطق الذهب لسه هو مسيطر عليها. ده السبب اللي خلى ناس الدعم السريع ده يقوموا يشتبكوا مع عبد العزيز الحلو ده داخل مناطق سيطرته. بعد طوال ناس الحركه دي اللي اتقسموا انه في ناس ما دايرين الدعم السريع ده يكون قاعد موجود معاهم داخل مناطق سيطرتهم ودايرين يطلعوه برا، يطلع برا عشان يعني التحالف ده ما عنده مستقبل. التحالف ده بشكله الآن ده ما عنده مستقبل، واي زول من ابناء الجبال ديل او اي كادر من كوادر الحركه ديل الله قسم له 12 وقيه فكر بها، ما في مستقبل للتحالف ده، ولا في تكافؤ بتاع نضال ولا سن نضال ولا من اجانيون جاي الليله انت بعد 23 وانت كنت نائب الرئيس جاي تتعامل تساوي نفسك بالحركه الشعبيه وتلقى لك فرصه قدر دي. فالحاجه دي مرفوضه عندهم، والحاجه دي من الطبيعي جدا انها تكون مرفوضه عندهم. الفصل بتاع المجتمعات الدايرين يعملوه كوادر الحركه التابعين لمكون النوبه ديل، كل ما تحصل مشكله والناس تتداولها وتطلع في القنوات الاخباريه العالميه، القنوات الاخباريه العالميه تتداولها. انا السوداني الحامل للجواز السوداني ممنوع طبعا اني انا اتداولها وممنوع اني اتكلم فيها. يجيك واحد طالع يقول لك اسمع دي مشكلات بيناتنا ودي مشكله حقتنا وانت ما تتدخل فيها. بتدخل فيها وعزه الله في ملكه، لو مشكله ببيتكم انا اتدخل فيها، لو في بيتكم انا اتدخل فيها. انت منو عشان تمنعني؟ انت ما قلت الحركه الشعبيه لتحرير السودان؟ انت قال نحن اجانب ولا انت سوداني اكثر مننا يعني؟ الله ما قسم لكم راس، انتم الله ما قسم لك راس. اي زول بيتبنى خطاب زي ده الله ما قسم له عقل. لا دي مشكله خاصه بالنوبه ما تتدخل. بتدخل والله. شفت لو قاعده في بيت عبد العزيز الحلو انا اتدخل فيها واقول رايي فيها وامشي فيها، والمخطط بتاع الهيمنه على كردفان ده يبقى في اجسادنا، يبقى في اجسادنا. بس مشروع سياسي واضح فيه بيع كامل لاراضي سودانيه. الغريب انه السوداني العاجب السوداني ده ماشي جايب له اجانب من برا، ماشي جايب له اجانب من برا بيستعين بهم. فك تحالفه الاساسي في دوله جنوب السودان وجايب المعارضه بتاعت دوله جنوب السودان عشان يقفل بها الجيب. دي ما بتمشي علينا.
والجبال دي حنتكلم فيها، وعبد العزيز الحلو ده حنتكلم فيه، والما عاجبه راسك والحيطه يا زول، راسك والحيطه الليله قبل بكره حنتكلم في الموضوع ده. واي زول عقليته بتاعت النقاش مربوطه بانه دي مواضيعنا ما تتكلم فيها، امشي شوف لك شغله يا زول، امشي شوف لك شغله طوالي ما تيجي تتناقش معنا نهائي، ما عندك معنا نقاش. اي زول عقليته مربوطه بانه دي مواضيعنا ودي حقتنا وده برنامجنا، امشي شوف لك شغله طوالي تطير عليها، امشي طوالي شوف لك شغله جي معها بدقن ولا جي معها براس، امشي شوف لك شغله طوالي. انا عندي سؤال بس يعني الحاجه دي، وشوف انا دي رساله رسلها للجماعه التحت. شوف يا جماعه، نحن تكلمنا عن قضيه او عن شكل ازمه بتمارس فيها الحركه الشعبيه في ظل المناطق بتاعت كاوده دي. يبقى انه الواحد لما تيجي طالع لنا في المنصه دي ما يحاول يمحور شكل الخطاب بنمطيه بتاعت مكون اجتماعي. ما في زول يتكلم عن النقطه بتاعت الجبال دي، نحن نتكلم عن شكليه بتاع الصراع مارسته ذات المجموعه بتاعت الحركه الشعبيه دي في احقيه بتاعت مكونات على مستوى الارض. بيجي واحد راسه مربع طالع يقول لك دي مشاكلنا نحن بتاعت الجبال ما بتهمكم. نحن نعلم انه عبد العزيز الحلو ما بيمثل جبال النوبه، ونعلم تماما بانه الحركه الشعبيه ما بتمثل اراده ابناء جبال النوبه ككل. ودي الاشكاليه الحقيقيه اللي قاعد تعوم بها الحركه الشعبيه شكليه الازمه، وبانها بتفرض نفسها هي متحدث باسم الجبال. طيب يا عباس اللي انت بتيجي تتكلم بذات الكلام ده، لو انت داير تقول انه الاشكاليه دي كلها حقت اهلنا على مستوى جبال النوبه، اتدخل عبد العزيز الحلو فيكم شنو؟ طيب كده سؤال جاوبونا عليه. عبد العزيز الحلو ده نوباوي؟ كده جاوبونا على السؤال ده. دقيقه يا ابو دقين، ابو دقين حنديك فرصه. ما في مشكله ابو دقين، حنديك فرصتك، حنديك فرصه. بس انا السؤال الداير عليه كلامك يا زلمه. السلام عليكم. عبد العزيز ده علاقته بجبال النوبه شنو؟ سؤال، هل عبد العزيز بيرجع انحداره الاسمي للمنطقه بتاعت الجبال؟ طيب ليه انت سمحت لعبد العزيز انه يتاجر بذات القضايا بتاعت اهلك دي؟ ما هو ده سؤال موضوعي لازم نحن نعرفه. لو انت داير تفصلنا وما داير تدينا احقيتنا بانه نحن نتحدث عن شكليه بتاعت ازمه حقيقيه الان بتمارس فيها الحركه الشعبيه على مستوى الارض، يبقى انه ده ما من المنطق منك. انت الان زول سايقك زول دلدول ما عنده علاقه باهلنا على مستوى جبال النوبه ديل، ما عنده اهل، ما عنده علاقه بهم. يبقى اذا داير تمنعنا ان احنا من شكل انه نفضح جرائم الحركه الشعبيه في المناطق دي، امشي امنع عبد العزيز الحلو يقول ما تيجي تتكلم بلسان اهلنا في جبال النوبه، وعندنا مجموعه بتاعت مواطنين اخيار في انهم قادرين يتحدثوا بشكل القضايا بتاعتهم. استاذ ابراهيم جيت لك ولا جيت قاعد نشوف ده اقول شنو كده تفضل ده تقول انا واحد من الناس ما عندي انا واحد من الناس ما عندي انتماء للحركه الشعبيه ولا عندي علاقه بالانتماء بالحركه الشعبيه، لا من قريب ولا من بعيد. كويس؟ عشان اسلوب التهديد والثلاثه ورقات وجمعه بدقن وما جمعه بدقن والحنك البيش النيلي الكثير ده. كويس؟ انا قبل لما جيت طلعت في المنصه ده، لانك انت واحد خسيس داير تسوق فتنه لناس قاعدين يموتوا هناك. ده حقك يا زول. انت حقك انا لانه ده الفتنه اللي انت داير تسوق. عرفت الحركه شو بالنوبه يا زول؟ عرفت الحركه شو بالنوبه؟ دي صفحتك. لما وقفنا للحركه ده انت ما قاعد ذاته، لانه تشوف شكليه الخطاب وانت اسمع اتكلم كده قول كلام. دقيقه يا عثمان، عثمان دقيقه عندك عثمان. انت شكله عنده حاجه في راسه. معلش يا دكتور عمر الجقد، الكلام المكتوب ده كاتبه الكائن اللي قاعد تحت ده ولا كاتبه انا ده انت اسمه منو؟ انا انت منو؟ انا جمعه فتح الرحمن عامر ابو دقن. منو انت؟ انا كلامي لك الحركه ما عنده علاقه بجبال النوبه يا زول. منو انت كده اتكلم قول كلامك. طيب اتكلم لنا كلام واضح. ما الحركه ما عنده علاقه بجبال النوبه. انا ده كلامي زي كده. بعدنا دقيقه يا اخي اسمع كلامي يا حبيبنا. وي انت جاي تتكلم ولا جاي تسوي فينا هنا؟ شنو؟ عندك كلام قوله طوالي لوكو كده قول كلام. كلامي انا قصير ومختصر وانا ما قاعد نصرف عربي كثير. حاجه بقول لك يا عمر الفاروق، الحركه ما عنده علاقه بجبال النوبه، ما تربط قضايا الحركه بالنوبه. الحركه ده مكون سياسي بعيد والنوبه ده متبع ثاني براو. انت راجع ده ما تربط لنا قضايا الحركه بالنوبه يا زلمه. كده يا عثمان ادينا بس طلع دقيقه بس. انا ابو دقن ده بعرفه. دقيقه بس عثمان معلش يا ابو دقن. سلام يا فاروق. انا لو سالتك سؤال الان، في ازمه من الحركه الشعبيه دي اتجاه في ازمه من الحركه الشعبيه. انا بس معنا بس لحد السؤال بنظرتي
نظرتي للحركه الشعبيه حركه مجرمه طيب حاليا. طيب ما في شالت مشكلة. قضيه كبار النوبه مشت بقاتها. طيب بس عشان انت تفهم، بس براح عليك عشان تفهم انت الحديث، الله يرضى عليك دقيقه بس. ما هو نحن عارفين تماما الخط اللي سايقينه نحن، انت ما بتختلف فيه كثير، والحاجه دي يمكن عهدناك فيها من 15 دقيقه بس. شوف يا جماعه، نحن بنتكلم عن شكليه بتاعت ازمه بتمارس فيها الحركه الشعبيه في احقيه بتاعت مواطنين مدنيين على مستوى المناطق دي. ده نقاشنا اللي كنا بنتناقش فيه. لا جبنا سيره بتاعت مكون، ولا جبنا سيره بتاعت جبال نوبه، ولا جبنا سيره بتاعت اثنية عرقيه على مستوى المناطق دي. طلع واحد منغولي هنا اسمه يا عمر الكلام ده ما مربوط بالكلام بتاع يوم الليله بالمناسبه. ده رده هو في اليوم اللي ناقشنا فيه. ما في مشكله بس يا امشي راجع خطابك اللي انت قلته. اسمع يا عمر، امشي راجع خطابك اللي انت قلته. عليك الله اسكت يا عليك الله اسكت. امشي راجع يا زول، ما تقول لي عليك الله اسكت يا زول. عليك الله اسكت يا اسكت يا ما تقول تقدنا يا ما بيسكتني. ما تقول تقدنا عليك الله يا عمر الفاروق. كاوده كبيره عليكم، كاوده كبيره على منو؟ كاوده كبيره على منو؟ عشان تعرف انه كبيره عليك انت، كبيره عليك انت قاعد تتاجر بارواح ناس قاعد تموت. عارف ليه محول للمواطنات؟ لانه داعم لعبد العزيز وخجلان. انا ما عندي علاقه بعبد العزيز، الهيل والنوبه قاعدين في المنصه ده كلهم بيعرفوني يا زول. ده كلامك كاوده كبيره على منو؟ كبيره عليك والله انا ناقش كاوده وناقش بيتكم. والله انا اصلك فيها سيوبيا. بيتكم ذات صار في مشكله انا ناقشها. والله في يا